العالم كله يعرف وين الدبدوب، بس مفيش حد يعرف الطفل اللي كان السبب في وجوده. نعرف النهارده أشهر شخصية كرتونية في التاريخ. احنا مش بنحكي عن دبدوب، احنا بنحكي عن أب اتحطم من الحرب، أم بتهرب من الواقع، وطفل صغير لقى نفسه العالم كله بيتاجر فيه وهو مش فاهم حاجة. فيلمنا بيبدأ بإيلين وهو راجع من الحرب العالمية الأولى. إيلين كاتب مشهور، بس الحرب كسرت جواه حاجات كتير أوي. إيلين بيقرر يسيب لندن وياخد بيت تاني في الريف عشان يحول الكتابة دي لرسالة ضد الحرب. هو مش عايز يضحك الناس، هو عايز يحكي وجعه. في البيت بنشوف الطفل روبن ملامحه اللي زي الملايكة. أمه ديفني ست بتهرب من وجع جوزها بالحفلات واللبس الشيك، وعلاقتها بابنها ناشفة جدا. المربية أولفي هي الأم الحقيقية لروبن فعلا، هي اللي بتحبه بجد وهي اللي بتفهمه. روبن وهو بيلعب لوحده في الغابة بدبدوب قديم ونمر وحمار صغيرين، دي ما كانتش مجرد ألعاب بالنسبة له، اللي بيحميه من وحدة البيت. بسبب ظروف معينة الأم بتسافر والمربية بتمشي، وبيلاقي إيلين نفسه لوحده مع ابنه لأول مرة. هنا بنشوف إيلين بيبدأ يدخل عالم ابنه اللي هو عايش فيه. بيتمشوا في الغابة، بيخترعوا أسماء لحيوانات، بيعملوا شجر لبيوت. بنشوف نظرة إيلين لابنه، لأول مرة عينه بتلمع بحياة. ومش بيكتب عشان الفلوس، لا، هو بيكتب يوميات إن هو بيلعب مع ابنه كل يوم. بيكتب قصص ويني، رسالة حب بجد لابنه. ما كانش يعرف إن الرسالة دي هي اللي هتدمر حياة ابنه بجد. إيلين بينشر القصص، النجاح بيبقى العالم اللي لسه طالع من جروح الحرب كان محتاج البراءة دي. بنشوف أكوام من الجوابات بتوصل للبيت. الناس مش عايزين إيلين، الناس عايزين روبن الحقيقي. الأب والأم بينبهروا، بيبدأوا يلبسوا الطفل هدوم اللي في الرسومات بالظبط، بياخدوه لمؤتمرات صحفية. بنشوف وش روبن، طفل مش فرحان زي أي طفل خايف. هو حاسس إن العالم سرق ألعابه وسرق أبوه منه. الغابة اللي كانت مكانه اللي بيحبه بقت مزار أي حد ممكن يروح. النجاح مبقاش مجرد مبيعات كتب، بقى نجاح تاني. روبن بيتحول لإنسان تاني خالص. في الجنينة المصورين بيطلبوا من روبن يمسك الدبدوب ويضحك. الطفل تعبان زهقان وعايز يلعب بجد، مش يمثل إنه بيلعب. والأب إيلين واقف بعيد مبهور بالنجاح ده، مش شايف إن ابنه بيبقى واحد تاني خالص. روبن مبقاش طفل، بقى بالنسبة لهم عالمي. العالم كان بيشحن طاقته دي من براءته، وكان بيفضي من جوه. كل ابتسامة بالنسبة له كانت شرخ في روحه. المربية أولفي هي الوحيدة اللي شايفة الكارثة دي فعلا. أولفي بتقول انتوا بتقتلوه، انتوا مش شايفين انه خايف. الأم بتقولها احنا بنخليه أشهر طفل في العالم. أولفي بتروح لإيلين بتقول له انت كتبت القصص دي عشان تهرب من الحرب، بس انت بدأت حرب تانية جوه ابنك. إيلين بيسكت، الكلمة بتوجعه بس النجاح بيخليه يكمل. بنشوف روبن بيكبر وبيروح المدرسة. الطلاب مش بيشوفوا بطل قصة، بيشوفوا فيه أبوه كاتب اللي هو كتب له قصص الأطفال دي. العيال بيحاوطوه، بيغنوا له أغاني بأسوأ، بيقطعوا له كتبه، بيتريقوا على اسمه. روبن دلوقتي بيبدأ يكره اسمه، بيكره الدبدوب، بيكره أبوه، وبيكره كل حاجة. روبن بيرجع البيت في الأجازة، بيرفض إن هو يمسك ألعابه أصلا، بيرفض يتكلم مع أبوه. البيت اللي كان بالنسبة له جنة بقى زنزانة مليانة ذكريات بتوجع. بنشوف روبن بيقول لباباه انت ما كنتش بتلعب معايا يا بابا، انت كنت بتعمل ابحاث لكتبك، انت سرقت طفولتي وبعتها للعالم عشان الناس تحبك انت وتنسى انك كنت جندي فاشل. روبن بيحاول يدافع عن نفسه، انا عملت ده عشانك، عشان مستقبلك. روبن بيقول له انت عملت ده عشان نفسك، انا دلوقتي ماليش وش. كل ما حد يبص لي بيشوف الدبدوب مش بيشوفني انا. عشان فعلا روبن يثبت انه راجل ومستقل، وعشان يهرب من الدبدوب ده خالص روبن بيقرر يعمل أغرب حاجة هتشوفوها. بيتطوع في الجيش في الحرب العالمية التانية. الأب إيلين اللي شاف الجحيم في الحرب الأولى بيترعش من خوف، بيحاول يمنعه، بس روبن بتحدي أنا عايز أروح مكان مفيش فيه ويني حتى لو المكان ده هو الموت. بنشوف في المحطة الأب واقف مكسور، والابن رايح يواجه نفس المصير اللي أبوه حاول يهرب منه بالكتابة. روبن دلوقتي جندي في الحرب العالمية التانية. روبن واقف في الطين وسط جثث رعب، وفي جيبه صورة قديمة وهو طفل مع الدبدوب. العساكر زمايله لما بيعرفوا هو مين بيبدأوا يطلبوا منه يوقع عليهم على الكتب أو يغني لهم أغاني القصص دي. روبن هرب من لندن عشان ينسى إنه طفل المشهور، بس لقى إن ويني بقى هو. العالم كان بيحارب وهو ماسك في براءة روبن كان بيموت وهو بيكره البراءة دي. بنشوف روبن وهو بينظف سلاحه ودموعه بتنزل. هو مش خايف من الموت، هو خايف يموت وهو لسه الولد اللي في الكتاب مش الراجل اللي فرحان. بنرجع للبيت الريفي إلى إن الأم ديفني قاعدين، راديو شغال وأخبار المفقودين بتنزل زي الرصاص. إيلين قاعد في الغابة
بيشوف القصص اللي كان بيكتبها، ماسك الدبدوب القديم وهو دلوقتي فاهم الجريمة اللي عملها. هو اللي حبب العالم في الغابة دي، بقى بالنسبة له الحاجات دي بتوجعه. بنشوف إيلين ما بقاش يقدر يكتب كلمة واحدة، حبر واحد كان بيبقى براءة ابنه، وابنه دلوقتي وسط النار. بتوصل برقية للبيت بتقول إن روبن مفقود، وبعدها بفترة بيظهر روبن عايش بس روحه متبهدلة. المقابلة ما فيهاش أحضان بين أب وأم، مقابلة عادية. روبن داخل ببدلته العسكرية المليانة طين، بيبص لأبوه بنظرة فيها ألف عتاب. إيلين بيعيط وبيمسك إيد ابنه، بس روبن بيسحب إيده. روبن بيقول له أنا شفت الموت يا بابا، شفت العالم اللي أنت كنت بتحاول تهرب منه بالقصة. العالم ده حقيقي، الدبدوب بتاعك ما كانش يقدر يحميه. إيلين بيبدأ يتكلم لأول مرة من قلبه. أنا ما كنتش بحاول أبيع طفولتك يا روبن، أنا كنت بحاول ألاقي نفسي تاني بعد الحرب. القصص دي كانت عكازي عشان أقدر أمشي، ما كنتش أعرف إن عكاز ده هو اللي روبن بيبص للشجر، بيفتكر ويلسون وبيجلت، بيحس على أبوه، بيفهم إن أبوه ما كانش شرير، كان إنسان مكسور بيدور على النور. روبن بيسامحه بس بشرط ما تكتبش عني تاني، سيبني أكون أنا من غير ورق. العالم كله كان بيحضن الكتاب ده، كتاب ميلين وهو بيضحك، وروبن كان بيتحرق وهو بيعيط. الفيلم ده بيعلمني إن أنواع أخطر السجون فعلا هي اللي جدرانها معمولة من دهب وشهرة. روبن عاش عمره كله بيحاول يثبت إنه بشر مش رسمي، إنه راجل مش لعبة، وفضل طول حياته يهرب من الدب لحد ما لقى نفسه في حضن المدافع. الأصعب بجد هو إن كل دمعة، كل صرخ حزن في الفيلم ده حصلت بجد. إحنا قدام قصة حقيقية لطفل اسمه كريستوفر روبن، طفل دفع عمره كله بتمن لخياله. الحقيقة روبن كتب مذكراته وقال بابايا سرق كل واحد، سرق طفولتي عشان يوصل للشهرة، وساب لي شوية من الشهرة اللي فاتت. روبن عاش عمره كله بيحاول يغسل ايده من وين، لدرجة انه رفض ياخد مليون واحد من الكتب اللي باعت بملايين. في الفيلم شفنا ديفني قاسية، بس في الحقيقة كانت أقسى بكتير. تخيلوا إنها في آخر 15 سنة من حياتها رفضت تشوف ابنها نهائي، وماتت وهي رافضة تودعه، والسبب إنها ما سمحتوش. كبر وبقى ليه رأي وصوت بعيد عن الشهرة. روبن الحقيقي كان بيتعرض لتعذيب في المدرسة، زمايله كانوا بيشغلوه اسطوانات عليها صوت أبوه وبيحكي القصص، وبيجبروه يسمعها وهو بيعيط. الشهرة اللي حسد عليه كانت اللعنة اللي حبسته جوه أوضة أطفال وهو راجل. يا جماعة دي كانت نهاية فيلم، هو صرخة في وش كل واحد بيتاجر بمشاعر أو بالمشاعر اللي بيحبه. النجاح ليه تمن، وأحيانا التمن هو أقرب الناس ليه. إيه كسب العالم كله وخسر ابنه. نصيحتي ليه اوزن بين طموحك وبين أمانة بيتك، ما تخليش نجاحك يكون زنزانة إن أنت تهرب من الواقع، ده مش صح. اللي هرب من صدمة الحرب عشان يدخل في القصص، فاكر كده لما يكتب القصص هو كده بينسى الحرب، بس الحرب لحقت ابنه واجه الواقع بتاعه، لأن التجميل الزيادة للحقيقة بيقلب بوجع في القلب. أقوى حاجة في الفيلم ده هي الخيانة. اللي محبش ابنه كإنسان، هو حبه كشهرة. حول لحظاتهم الخاصة دي لكتاب. نصيحتي لي اوعى تبيع خصوصية اللي بتحبهم عشان تشتري سعادتهم. الشهرة وحشة، بس نظرة القسوة اللي في عين ابنك ما بتتنسيش، وطهر روح من الحرب بس لو طفولة ابنه بالشهرة. الفيلم ده بيقول لنا ان الحقيقة المر احسن بكتير من الكذبة الحلوة. روبن كان محتاج اب حقيقي مش كاتب مشهور يستخدمه. في نهاية فيلمنا روبن كبر صالح مع أبوه، وما كانش بيسامح عشان أبوه يستحق فعلا إن هو يسامحه، وكان بيسامح عشان يحرر نفسه. كان لازم يودع ابنه، كان لازم يودع روبن الطفل عشان يقدر يعيش روبن راجل بجد. الدبدوب اللي العالم كله شايفه كيوت، روبن كان شايفه وحش، سرق منه اسمه وشكله. أحيانا الحاجات اللي الناس بتحسدك عليها بتكون هي القيد اللي بتخنق روحك. روبن ملقاش السلام غير لما فهم ضعفه. سامح اللي كسروا فيك حاجة وانت صغير، مش عشان انت تتحرر من وجع الموت. الطفولة هي المخزن اللي بنعيش منه طول عمرنا، ما تسمحش لحد يسرق مخزن. في عصرنا دلوقتي ما تحولش حياتك لكتاب مفتوح زي ما حصل لروبن. خلي فيه غابة سرية ليك لوحدك. خليك أب قبل ما تكون ناجح. ولادك مش محتوى ولا أدوات انت بتستخدمها، ولادك هم أمان. لازم تتسلم للدنيا. لما تشوف حاجة حلوة ومنورة افتكر إن دايما في جندي دفع الثمن من روح عشان انت تضحك. سؤال الأخير ليكم، لو كنت مكان إيلين وعرفت إن قصصك هتمتع ملايين بس هتدمر طفولة ابنك، كنت هتنشرها ساعتها؟ وإيه هي اللعبة اللي انت لسه محتفظ بيها مع طفولك بتحس إنها مخزن أسرارك بجد؟ اكتبلي في الكومنتات. وداعا روبن، لو كنت قررت فعلا تحرر نفسك من أوهام الشهرة اللي انت فيها. احنا في مواد فن القصة بنشرح الفيلم ببساطة، بنبني وعي مش بنحكي حكاية. ما تنساش اللايك والاشتراك، وخليكوا دايما معانا في كل فيلم. خليك قريب.